مشاهدين، دلوقتي هنطلع للفقرة الثانية. فقرتنا وفقرة نجم من الزمن الجميل. ان شاء الله عاملين تقرير محترم، هسيبكم تشوفوا مين هو النجم النهارده وارجع لكم تاني، انتظرونا. الجناح الطائر أحمد رمزي. أحمد رمزي نجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني، هو واحد من أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر التاريخ. كان يلقب دائما بالجناح الطائر. ارتبط اسم رمزي بنادي الزمالك منذ طفولته، وتربى داخل جدران القلعة البيضاء، وبدأ في مراحل الناشئين والشباب حتى تم تصعيده للفريق الأول ليبدأ سلسلة النجاح الكبيرة مع القلعة البيضاء، ليصبح بعد ذلك من أساطير القلعة البيضاء. ولد أحمد رمزي في 25 يوليو عام 1965، وكان أول من اكتشف موهبته خاله الكابتن أحمد مصطفى نجم الستينيات للقلعة البيضاء، فكان يذهب دائما إلى نادي الزمالك مع خاله ليزداد تعلقه بالمكان، ليبدأ التدرج في فرق الناشئين حتى الفريق الأول. أول مباراة للجناح الطائر مع الزمالك كان في بطولة أفريقيا أمام فريق الهلال السوداني عام 1985، وانتهى اللقاء في ذلك الوقت بالتعادل الإيجابي، لتبدأ بعد ذلك مسيرة رمزي الناجحة وشغل مركز الظهير الأيسر، فكان يتقن العرضيات وتتحول إلى أهداف، وكان أيضا يحرز الأهداف باستمرار بالرغم من صعوبة مركزه والذي يعتمد على الدفاع بنسبة كبيرة، إلا أنه كان من هداف الفريق. استمر أحمد رمزي مع نادي الزمالك 10 أعوام. كانت البداية في عام 1985 والختام كان في عام 1695، وخلال هذه الفترة لعب رمزي مع نادي الزمالك 116 مباراة، وتمكن من تسجيل 22 هدفا، وحصد على العديد من الأفريقية، ليصبح بعد ذلك من أهم رموز نادي الزمالك الأوفياء. طويلة عند جمال عبد الحميد اللي بيغير اتجاهه وترجع ورا، واحمد رمزي جوه جول، واحمد رمزي بيقول له هات ويلعبها لاحمد رمزي ويحطها احمد رمزي جوه الجول ليحرز الهدف الرابع لنادي الزمالك من 3 تمريرات حلوه من رضا عبد العال. كان لعيب مع يوسف ده قصه وحكايه وروايه. وادي طارق اهو، وفعلا عمل اوفر حلوه، لا الاوفر بتاعته بلسم حضراتكم لسه اهي، هي مفتاح الفوز. وادي ابراهيم يوسف اهو الغزال، وكان ساهم رمزي في حصول نادي الزمالك لبطولة الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وبطولة كأس مصر مرة واحدة. أما على الصعيد القاري فيمتلك رمزي بطولات عديدة مع القلعة البيضاء، توج ب5 ألقاب قاربة، والبداية كانت بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، مرورا بالبطولة الأفرو أسيوية مرة واحدة، وختاما بالسوبر الأفريقي مرة واحدة. أما عن المستوى الدولي فيمتلك الجناح الطائر مسيرة رائعة مع الفراعنة، فيمتلك 34 مباراة دولية مع الفراعنة، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، وكان رمزي أحد عناصر صفوف منتخب مصر بكأس العالم عام 1990، وشارك في المباريات ال3، وتم اختياره بعد ذلك كثاني أفضل ظهير أيسر بالبطولة حسب اختيار أحد المجلات الفرنسية. توج رمزي مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة، وكان ذلك في عام 1986، وكان وقتها من أصغر لاعبي منتخب مصر في تلك البطولة، وفاز بعد ذلك بدورة الألعاب الأفريقية عام 1987، ثم بطولة كوريا عام 1993، وكان أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر خلال كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، فكان في ذلك الوقت بعمر 24 عاما. اعتزل أحمد رمزي كرة القدم عام 1995، واتجه بعد ذلك للتدريب داخل نادي الزمالك فقط.
وكان من أشهر المدربين الذي عمل معهم وتحقيق بطولات عديدة للقلعة البيضاء، البرازيلي كابرال وأوتو فيستر وأخيرا كاجودا.